فيديوز كتير جدا ممكن تكلمك عن كلود سواء كانوا اجانب او عرب، لكن محدش يقولك بالتطبيق العملي ازاي تطلع منه فلوس. تعال وانا اعرفك. قررت اشغل النهارده كلود يكون هو البي ار بتاعي. يعني ايه البي ار؟ بكل بساطه انا دلوقتي عايز اجيب كل دكاتره الاسنان اللي موجودين في مصر، لان انا النهارده بحب اشتغل في المجال ده. قررت ان انا اجمع كل اكونتات انستجرامهم برقم التليفون بكل التفاصيل بتاعتهم، بس انا مش هقعد ادور على حد فاديت كلود امر انه يروح النهارده يدور لي على كل الدكاتره الاشهر في القاهره الكبرى، ويعمل لي شيت اكسل فيه كل البيانات بتاعت الدكاتره دي، من ميل، من انستجرام، من رقم تليفون، من عنوان، بكل التفاصيل. وبعد ما خلص اداني الشيت فعلا فيه كل التفاصيل، قررت ان هو يبعت لهم ايميل من عندي برساله تسويقيه انا كاتبها، عشان خاطر ابعت ممكن دلوقتي ايميل فيه 50 دكتور، ويبدا النهارده الميل ده يوصل لهم، واكيد في منهم اكيد حد هيرد عليا ويتواصل معايا عشان نبدا نشتغل مع بعض. انت كمان تقدر تخلي كلود يجمع لك كل الداتا اللي انت عايزها من جوجل، وده بخطوات بسيطه جدا. اول حاجه انت هتعملها، انت المفروض تدخل على طول جوه جوجل تكتب كلود فور كروم. اول ما تكتب كلود فور كروم هتلاقي اكستنشن، ضيف الاكستنشن ده عندك على جوجل كروم. بعد كده تفتح جوجل ماب، تبدا تدور في جوجل ماب على الدكاتره اللي انت عايزها، على المصانع اللي انت عايزها، على البراندات اللي انت عايزها، وتبدا بعد كده تقول له حطهم لي في شيت. الموضوع ده سهل جدا فوق ما تتخيلوا، صدقوني لو جربتوا الكلام ده هيفرق معاكم كتير جدا، وهيعمل لكم نتائج جباره. لو عايز تعرف تيبس اند تريكس اكتر في كروم، سيب كومنت عشان يظهر لك الفيديو الجاي.